ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تريكات فوتوشوب. النهاردة عندنا فيديو هنحل مشكلة يمكن بتقف مع اغلب الناس فينا. لما بنيجي نحمل ملف بي اس دي او ايا كان الملف اللي عملناه، وبيكون الفونت اللي احنا محتاجينه مش متاح عندنا، او يعني في زي علامة ايرور كده ان الفونت مش مقري. هنجرب دلوقتي تجربة، ممكن نحمل اي ديزاين من موقع فريبيك عشان برضه نشوف التجربة عملية مع بعضينا. نختار بي اس دي والفري والكلام ده كله. آم، ممكن نحمل الديزاين ده، نعمله داونلود عادي طبيعي كده كده، طالما الديزاين فري فهنقدر نحمله. بعد ما حملناه زي ما انتم شايفين عندنا جملة جرافيك ديزاين، انا عايز الفونت ده بتاعها. بس لو جيت كتبت بيقول لي في مشكلة في الفونت، يعني الفونت مش موجود، ان هو مش يعني مش موجود عندي في الجهاز اصلا. طيب ايه بقى الحل؟ بكل بساطة انا مطلوب مني ان انا اشوف اسم الفونت اللي كان جايب لي في الرسالة الايرور ده اللي طلعت دلوقتي اللي قدامي، اسمه ايه، عشان اقدر اسيرش عليه واجيبه بنفس الافكت بنفس كل حاجة. ما ينفعش مثلا يكون الفونت سي مثلا اسمه كايرو، وانا اجيب كايرو اللي هو العادي، وهو اصلا المفروض كايرو بلاك. دلوقتي احنا بنجرب، دلوقتي هوريك ايه الفرق. لو اخترت مثلا خط كايرو اهو، واكتب مثلا كلمة تريكات، اغير اللون بتاعها واظبط مكانها عشان بس اوريها لك تبقى باينه. فوق على اليمين تحت اسم الخط هتلاقي فيه الخصائص بتاعته، في بلاك، في بولد، في سيمي بولد، في لايت، في الحاجات دي كلها. كل واحده من دول مختلفه عن التانية. ما ينفعش اكون عامل الخط كايرو بلاك واحمل كايرو لايت، مش هينفع. طبعا انا دخلت على مايكروسوفت ايدج، بحثت على اسم الفونت، بحاول اجيب الخط بالظبط. طبعا هنا حملت الفاميلي بتاعت الفونت كله، حملت الفونت بكل الخصائص بتاعته. هنا بقى بدور على اسم الفونت اللي طلع لي بالظبط. انا طلع لي المشكله ان الفونت زي ما قلنا اسمه ايا كان ايه، و الصيغه بتاعته او الخاصيه بتاعته لازم احملها زي ما هي بالظبط عشان تتفعل عندي المشكله دي وتروح. طب لان هو ده عامله الانستول عادي طبيعي زي اي خط بنزله. لاحظ بقى ان انا اول ما هرجع للبرنامج هتلاقي العلامه اللي كانت على الفونت دي ما بقتش صفرا، بقت رصاصي عادية. فأنا لو مجرد بس عملت دبل كليك على الفونت أقدر أكتب اللي أنا عايزه. الموضوع بمنتهى البساطة بقى بسيط. دبل كليك كده على الفونت أقدر أكتب أي جملة أنا عايزها. مجرد ما حملت الفونت بنفس الصيغة اللي هو مداني في البرنامج، في البرنامج قدر يقرا الفونت من غير حتى ما اخش على الفوتوشوب اثبته جوه. انا مجرد بس ما ثبته على الجهاز اتثبت. يبقى دي الفكرة. هرجع اقول لك تاني، عشان تظبط اي فونت يكون عندك محتاج تحمله، لازم بدل ما العلامة الصفرا دي عليه الفونت زي ما ده طلع لك اسم معين ليه، لازم احمله من جوجل بنفس الحرف بتاعه، بنفس التفاصيل، بنفس كل حاجة طالعة قدامي، عشان الجهاز يقدر يقراه ويقدر يشتغل معاك. هي دي الفكرة كلها. أتمنى يكون الفيديو كده بسيط وعرفت أساعدك فيه. لو احتجت أي سؤال أنا معاك في كل مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا، سواء البروفايل، التيك توك، البيج بتاعتنا، كومنتات اليوتيوب، وبس.